عارف إن الحرب اللي انت فيها دلوقتي بدأت قبل ما تتولد بآلاف السنين. الحرب دي ما كانتش بين جيوش، دي بدأت بكلمة واحدة وسجدة مرفوضة وعداوة خلتنا نسيب الجنة وننزل الأرض. النهاردة هنحكي الحكاية دي من أول كن فيكون. عمرك سألت نفسك احنا ليه هنا؟ وليه الشيطان مركز معانا قوي كده؟ الحكاية مش مجرد تفاحة وشجرة، الحكاية فيها تفاصيل تانية خالص عن اللحظات الحلوة لخلق أبونا آدم، وإزاي الكبر ضيع أعظم عابد في السماء. تخيل تبقى في الجنة مكان ما يتوصفش، وفجأة تلاقي نفسك قدام أصعب اختبار في الوجود. غلطة واحدة كانت السبب إننا نبدأ الرحلة الصعبة على الأرض. إيه اللي حصل بالظبط في الحوار اللي دار بين ربنا والملائكة وإبليس؟ في الحلقة دي هنعرف كل ده. يلا بينا. أهلا بيك في حلقة جديدة. النهاردة مش هنتكلم عن تاريخ قريب ولا قصص من الخيال، احنا هنرجع بالزمن لأبعد نقطة ممكنة، لبداية كل حاجة. هنتكلم عن قصة أبو البشر سيدنا آدم، وإزاي بدأت الحكاية من السماء للأرض. قبل ما الشمس تطلع أو الأرض تدور، الوجود كان صمت تام، مفيش غير عرش الرحمن ونور الملائكة اللي ما بيبطلوش تسبيح. وسط الملائكة كان في حد مش منهم، كان من الجن، واسمه عزازيل اللي هو إبليس. كان بيعبد ربنا بجد واجتهاد لدرجة إنه وصل لمكانة عالية جدا وسط الملائكة. بس كان في مشكلة مستخبية جوه قلبه، اللي هو الكبر. كان شايف نفسه ملوش زي. فجأة ربنا أعلن للملائكة قرار عظيم: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة استغربت، مش اعتراض بس تساؤل. يا رب، هتخلق حد يفسد ويسفك دماء وإحنا بنسبح بحمدك؟ فجاء الرد الإلهي القاطع: إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا أمر بجمع قبضة من تراب الأرض، ألوان وأنواع مختلفة، واتمزجت بالماء وبقت طين وبعدين صلصال. وفي لحظة مهيبة ربنا نفخ فيه من روحه، فدبت الحياة في آدم. عشان ربنا يثبت للملائكة قيمة المخلوق ده، علم آدم الأسماء كلها. ولما سأل الملائكة عن أسماء الحاجات دي معرفوش، لكن آدم نطقها بكل ثقة. هنا الملائكة عرفوا إن آدم مش مجرد جسد، ده كائن عنده علم ومعرفة متميزة. جاء الأمر الإلهي: اسجدوا لآدم. الكل سجد تكريما لآدم وطاعة لربنا إلا واحد، ماسك الكبر، إبليس. وقف مكانه، الغل والكبر أكلوه. ولما ربنا سأله ليه ما سجدتش، رد بكل غرور: أنا خير منه.
خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا النتيجة كانت الطرد واللعنة، بس إبليس ما يسكتش، طلب مهلة ليوم القيامة عشان يثبت إن آدم وذريته ما يستحقوش التكريم ده. وبدأت من هنا الحرب الأبدية بيننا وبين الشيطان. آدم دخل الجنة، مكان ما يتوصفش من الجمال، بس كان حاسس بالوحدة. وهو نايم ربنا خلق من ضلعه السيدة حواء عشان تكون سكن وونس ليه. عاشوا أجمل أيام حياتهم، وكان عندهم حرية كاملة ياكلوا من كل حاجة إلا شجرة واحدة بس. إبليس استغل النقطة دي وبدأ يوسوس ليهم: عارفين ربنا نهاكم عنها ليه؟ عشان لو أكلتم منها هتبقوا ملوك وتخلدوا في الجنة. للأسف الفضول غلبهم ونسوا التحذير وأكلوا من الشجرة. أول ما أكلوا منها حسوا بالخجل وستروا نفسهم بورق الشجر، وعرفوا إنهم غلطوا غلطة عمرهم. ربنا قبل توبتهم، بس كان لازم ينزلوا الأرض عشان الخلافة تبدأ يعني. نزل آدم في مكان وحواء في مكان تاني بعيد. تخيل الغربة والوحدة وحرارة الشمس لأول مرة. فضل آدم يدور ويحفر في الأرض شهور، وحواء كذلك، لحد ما تقابلوا في مشهد مؤثر جدا عند جبل عرفات، وسموه كده لأنهم اتعرفوا عليه بعد غياب. بدأوا يتعلموا الزراعة والبناء والصيد، حياة شاقة بس مليانة رضا وتوبة. الحكاية ما خلصتش هنا. آدم وحواء خلفوا قابيل وهابيل. هابيل كان طيب وقنوع، وقابيل كان حاد ومغير. لما ربنا طلب منهم قربان، هابيل قدم أحسن ما عنده، وقابيل قدم أسوأ ما عنده. ربنا قبل من هابيل وما قبلش من قابيل. الغيرة عمت قابيل. الشيطان وز في ودنه وارتكب أول جريمة قتل في التاريخ. وقف قدام جثته أخوه مش عارف يعمل ايه، لحد ما ربنا بعت غراب يحفر ويدفن غراب تاني عشان يعلمه ازاي يواري سوءة أخوه. آدم وحواء حزنوا حزن شديد، بس ربنا عوضهم بشيس اللي كمل الرسالة. في أواخر أيام سيدنا آدم جمع ولاده ووصاهم بتقوى الله والحذر من إبليس. ومات آدم، ونزلت الملائكة غسلته وكفنته وعلمت البشر إزاي يدفنوا موتاهم. الدرس المستفاد من الحلقة دي: القصة مش مجرد حكاية قديمة، دي رحلتنا كلنا فيها الكبر اللي بيضيع زي إبليس، وفيها التوبة اللي بتنجي زي آدم، وفيها الصراع بين الخير والشر اللي هيكمل معانا لآخر يوم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشاركوها، واستنونا في حكاية جديدة وحلقة جديدة. سلام.